قال جا دق الباب وانا قلت ايوه من، جا دق الباب وانا قلت ايوه من، ما قال الاحباب قال افتح معاك العيد. قلت الله الله كان عاد الفراق اهون، فقال عش قلت عفوا ما سمعتك عيد. قلت الله اكبر ولا شي مرحبا واهلا، وصولك احلى واجمل من وصول الغيد. قال كيف الاوضاع؟ قلت بشر ولا تركن، والمعنويات قلنا جيد يسلم جيد. قل لي علشان توضح نيتك وأمن عن أي موضوع تشتي شرح بالتحديد. قال الله المستعان ارتاح واطمن، ما جيت أخليك تحت الضغط والتهديد، وبه تزيد في التفكير بات جنن، لو ما تكيفت عاد زيد الأمور تعقيد. ما جيت غير أجمعك بأهلك فلا تحزن، بلغ عصافير قلبك تبدأ التغريد. وبعدها جا جلس جنبي وقال اذهن معي سؤالين جي نعمل لهن تصليل. أهلك بخيرين؟ قلت الحمد لله أحسن. وصحتك كيف؟ قلت الحمد لله سنطيط. فقال ما دام والباري عليكم من، بالعافية يعتبر هذا هو أكبر عيد. ما فيش داعي تبع حاجه ولا ترهن من شان تاخذ من الأصلي أو التقليد. حاول تعيش التفاصيل قدر ما أمكن، بالجو بالناس بالتكبير بالتحميد، ولجل يرتاح بالك وانت تتحسن احذف نظام التكلف عيش أندرويد. فقلت له لازم أبقى عند حسن الظن، أقل شيء عند من يعتز بي ويشيد. فقال زور المكالف بس وأنا أضمن اديت ما اديت تكفي بديتك وتزيد. وسلامتكم.